السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم. إحنا اليوم في حضرة الشيخ أبو نضال أبو غوش، وهو لا نزكي على الله أحدا، رجل مؤذن ومبتهل ومن أهل الخير، وإحنا بدنا نستفيد منه في هذا اللقاء يعني القصير. فأهلا وسهلا فيك. حياك الله يا أبو محمود يا بركة. الله يحفظك. تفضل. يا ريت تحكي لنا عم أبو نضال عن فضل الأذان. فضل الأذان، هذا أذان دعوة لله، أذن لأجل أهل الله يصلوا ويعرضوا الله، يصلوا على رسول الله. والأذان المؤذنين أطول الأعناق يوم القيامة. لو كنت أنت في صحراء ولا كنت في مكان بعيد وجماعات الظهر ولا العصر ولا المغرب، لازم تعلي صوتك حتى الملائكة تشهد. الأذان، الشجر والحجر والبشر والملائكة والجن يشهد لك يوم القيامة إنك أذنت الأذان. بارك الله فيك يا عم الله. طيب، في بعض ناس بيواجهوا مشاكل في حياتهم، فبيلجأوا لبعض أهل الخير وبعض المشايخ لأغراض يعني العلاج أو للاستفسار حول الطب النبوي أو العلاج، أو عشان مثلا يقطع الخوف أو ما شابه ذلك، على يد رجل عالم فاضل ورجل من أهل الله زي أفضالك. فإيش رأيك في هذا الموضوع؟ يعني قطع الخوف، الطب الأعشاب، إيش رأيك في هذا؟ كل حاجة ترجعها لرسول الله ولأجل الله، وأن عن رسول الله تداووا. كل علاج له دواء، لكن أنت ابعد عن الشرك بالله وابعد عن الناس الدجالين. وكل حاجة بتاخدها تستفيد فيها. واحد لو بيعلم الغيب الجن ما قعدوا في العذاب سنين، لولا الله بعد دابة الأرض أكلت عصاه بتاع سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام، علموا إنه سليمان توفى. طيب كويس. طب قطع الخوف هذه إيش أهميتها؟ أهميتها كويسة. إيش سببها يعني؟ يعني سببها إنك أنت قاعد على فجأة وصارت دبة قوية وأنت شعر راسك وقف للخوف، لأنه موسى عليه الصلاة والسلام. يعني قطع الخوف مع الأدعية والذكر ممكن تشفي الإنسان. أهم شيء ذكر الله. بدك أنت تحط كل تقول الله هو الشافي، مش أنا اللي بشفي. النية يعني. هو الله هو الشافي، المعافي هو الله. لو قرأت سورة الفاتحة واعتمدت عليها اعتماد كويس، الله بيشفيك بسورة الفاتحة. الفاتحة فاتحة. لو نجيب عمر رضي الله عنه، الله أرضاه. بارك الله فيك عم. كل التحية لحبيبي يا محمود، وانت على هذه النصائح الغالية، وحكيت لنا عن امور مهمة في الاذان وطب الاعشاب وقطع الخوف.